قلت لك اتكلم. شفت حالك يا باشا، أني كبرت وسكرت ال 18 وخاطر نخش معاكم من ديوان الحكم. يا حسام كل حد يدخلوه لديوان الحكم. مازال هل بفكر عليه يا باشا. بدوا يعرفوا قيمتك ومقدارك يا سيدي. صدقيني لو يعرفوا أكتر من هيك المفروض ما يتخيل. حفصة، وانت تديري في اللي قلت لك عليه. فكر اخوك سعيد اللي قلت له كلاب الباشا، لأنه قال كلمة حق وسط الناس في سوق الكزدارة. معقولة تبي بنات علي باشا يقرا مالي المعظم؟ ربي يطول في عمره وينصر على من يعاديه. اللهم امين. يبالوا اقل مستوى من باقي البنات الايالة والسرايا. هيك ضمنا مونة شهر كامل. الحمد لله، شهر كامل من غير قويرة ولا حد ساخط علينا. وانت ماشي في بالك ان الناس يرضوا يا مصطفى كاتبه؟ يتهيالك الناس لو كان توكلهم سفنز وعسل على الفطور ما يرضوش عليك ليوم الدين. وشني اللي يرضي الناس يا حسن بيك؟ السيف والبارود يا شيخ البلاد، هم بس اللي يرضوهم، وغير هيك التراب. هذا علاش انا ديما نقول ونعاود ان مش لازم حسن يكون الباشا جاي. سمعت اليوم ان سيدنا الباشا تلاقى بسيدي يوسف في قاعة العرش. يوسف جاي للسرايا؟ متأكد انت؟ ايه. وش مفاهك يعني جاي وشافه؟ وين العجب يعني؟ العجب في اللي قاله سيدي يوسف للباشا هو جديدة يا ولك. هو شنو؟
سليمان. تكلم فيا ليه؟ هو قديش في حاج هنا يا حاج؟ تو من قال لك اني حاج اصلا؟ انت مش حجيت زمان مع امير مراكش مولاي محمد؟ لا، حجيت مع رئيس بريور كارلوس المش عارف كم، وانت الصادق. المهم توا ريحنا. شاهي ولا عصير لاقبي؟ عصير قرنفل. يقعدنا نضحكوا ونشربوا في الشاي، والبشوات في السرايا يدقوا في اللحم وياكلوا في اللوز. سمعت الشعير والقمح والسبول وصلوا للمرسى اليوم. وانا مرينا منها شيء والله، لينا اسبوع ما شمينا ريحة الخبزة، وزيدها يا زايد ساكنين بالكريه. تقريب ناكلوا رواحنا من الهم يا رسول الله. وسع بالك، سيرها تفرج سليمان. احنا شنو عندنا غير وسعة البال؟ اخر عبالة على مصطفى القرمالي، قلنا بالك يدير حاجة هالمنجوه ويقلبها فوق روسهم. يا ودي منو بيسمعنا؟ هنايا اصغر قهوة في المدينة ما تلقى فيها الا طايح السعد وخوه. شيرة العسل في كل مكان، تطيح في واحد يودرك مرتين شعير. افت وركح روحك، مش على خاطرك، على خاطر عيالك. احلى طويسة شهد. هي بارك الله فيك. مش غريبة كيف ما ضبحوش عليك اليوم في السراي بمناسبة عيد العرش عم سليمان؟ والله عزموني، لكن انا ما بيتش نمشي، لاني ما نحبش نقعمز مع الاسياد ونشرب عصير الرمان والعنب المركز ونسيب اللقمة متاعك بعدين يفسد يا معفن. امال وين ولد نيزف؟ تعالي فيسع رجلك في غمرك.
مازال ما تبيش ترفعيها للمرابط يشوف شن علتها؟ خليها توتبر بروحها. الحاجات هذه كلها مرينا بها لما كنا صغيرين. أنا ما مريتش بها قاعدة. نافخة ريشها تحسب روحها نفرتيتي. نجوم السماء أقرب لها باش ناخدها لولدي محمود. الله يبارك عليك يا بنيتي، الله يبارك يا زنوبيا. أحلى صبية فيك يا إيالة. أما إيالة أحلى صبية في السلطنة بحالها. حتى الأسيتانة وباريس ما يلقوش جمال زي جمالك، ولا زين زي زينك يا بنيتي. ولو تنشق السماء على الوطا ما ناخذك إلا لسيد سيدة. نخليهم يحلموا بيك وما يطولكش زي القمر، ينشاف وما حد يقدر يمسه. واحدة بوسة شاهي لأحلى رئيس درغام. العفو يا رئيس الشورى، مش من البكرج المليح. أنا مش رئيس. العفو يا باشا درغام، شوية ونطيب لي غيرها في البكرج المليح. الرئيس لباشا هكي مرة واحدة.
شو الحسن قلت؟ شنو اللي يضحك فيك؟ لا باس فيك تشوف في مضحكة قدامك الباين شورك ما تسمعش فيه. قلت لك شنو اللي يضحك فيك؟ دوكم يا جماعة الحومة، مونة مراكب الباشا وصلت وبدأوا يفرقوا فيها. مونة مراكب الباشا وصلت. شوفكم يا ناس. سيدي أحمد. سليم خيرك من بكري نشوف فيك سارح. إن شاء الله ما فيش سو. لا سو ولا سوية. معهم ساير والسلام. يصيرش منها الدواء هذه سيدي أحمد. أنت راك ولد الباشا. امشي سلم على ناصر وخلي عندك ود معاه. لك ناصر الهمات زوز بالذات هم اللي عليهم القيمة. تبي روحك تولي باشا جديد. شربت بدلة طاسة 3 مديتهم لها من نفس السفرة بيدي الزوز. كانت السهرية كلها وهي تفرق في الابتسامات على وجوه الحاضرات. مشت البلارة الأولى وزادت الثانية وكملت بالثالثة. ما طرى لها شيء. قعدت تاخذ وتعطي هي وليلة حواوة أخت الباشا الكبير اللي كانت مقعمزة جنبها. جبدوا سيرة حريم المناصر اللي كانت أحلى وحدة في الحاضرات ومن اللي لابسة أحلى قفطان وردي. الشفاعة يا سيدي، لا سو ولا سوية. تقول كانت عند فيه في السم. شكون اللي يصدق إنها قرطعة 3 بلارات بجرة بعض وما يطرى لها شيء؟ مقيولة من زمان. القرملية زي الأمية، ما تقدرش تشدهم بيديك. نجيب لك بلارة تانية؟ لا سادني. راجع عندك. نعم يا لله. شنو طبح عليك؟ خديمتك حفصة. يعني ما طرى لها شيء؟ زي الجن ولا ترى لها حاجة. دستور يا السياد، تقول مبخرين عليها. والسم مشان الناس الغلط.
متأكدين انكم بعتوا الدعوات لكل الضيوف ولكل الناس اللي باش يتفضلوا عنا في سرايا؟ بدون شك يا مولاي. ليش هو في حد ما رثاش؟ احنا رغنا بعتنا لهم الجوابات من الحفظة اللي فاتت راهو. وخير القنصل ريختر متاع الدنمارك مش باين زعوايده. بعت جواب يعتذر فيه يا مولاي، ويبعث لك ارفع التهاني والتبريكات لمعاليكم دام عزكم. من شنو يزعمك؟ يقول انها بعافيه شويه وانه قاعد في الفراش ومش قادر حتى يعتب عتبة في محوشهم، والباين انها سبله يا مولاي. والمعنى؟ مازال متغشش مننا يا مولاي، ويبينا نردوله بضاعته والسكونة اللي جابوها الرياص بأمر من البيك. حسن هذا ما يرتاحش لاني فسد علاقاتنا بالدول الصديقه كلها. راجل تنقصل مسيسه ومن عمالي لحتى الكواغط اللي بيننا وبينهم ما عادش يبقى لها لازمه. سيدنا علي باشا دام عزة. شين صاير يا سيدي؟ شو في بالضبط؟ علاش تجرجر في الخدمه؟ صايرة فزعة بين الشواش يا سيدنا. علاش؟ صار تسمم للحرس داخل السرايا، وطبيب السرايا داير اللي عليه. تسمم من شنو؟ الشربات اللي تفرقت عليه من مطبخ السرايا يا باشا. هي شينك هذيك؟ صار طلعت من مطبخ السرايا. أنا راهو شربت بلارتين منهم. كون هاني مطمان البال يا باشا. تأكدنا أن ما فيش أي تسمم في قاعة العرش. والبلارات اللي تفرقت هنا خدمات المطبخ خبرونا بأنها نظيفة وما فيها شيء. وأعطينا تعليماتنا للواجة والشواش والكورجية باش يشدوا أي واحد يشكوا فيه داخل السرايا. نسكروا بيبان السرايا ولا خلوها محلولة يا باشا؟ لا لا لا، خلوا كل شيء بطرحها. قولوا للعساكر والكورجية يدوروا عليهم من غير هرجة زايدة قدام القناصل وضيوفنا البرانية. وكل شيء يمشي زي ما كان. وضبحوا على العطرجية يداووا الناس اللي تسمت. مفهومه؟ زيد حصتك ولا يعطيني خيرك واقف برا تحرك خود حصتك من عطيات الباشا أطال الله في عمره ونصر على من عاداه. حصتي بناخدها غالي في قعر السرايا. ماشي يغزي لامك. هيا بالك تسقد روح منين جيت؟ خاش الحاشنا. حوشكم في الجهة الثانية. تسقد روح منين جيت وما عادش بنعاودها لك مرة ثانية.
انت يا غشيم يا متزبك يا ام سكران. افتح بالك انا سيدك يوسف ولد الباشا. روح يا ولدي احسن لك، خير ما نجره على ظهرك. قلت لك انا يوسف القرمالي افتح الباب. مش يقولوا القرمالي ما تقدرش تشد بيدك؟ هو انا شادك، معناها انت مش قرمالي اصلي. قلت لك افتح الباب. شورك ما تسمعش باهي يا ودي، تدردح على حالك احسن من نرزيك في عمرك. قلت لك افتح الباب. انا قرب على الباب قلت لك. انتم خليكم في بيان الحراس، وانتم كركلوا الطبيب السراي خليه يشوف كيف يداويها. يا رب تتم هالفيشطة المشومة هذه. بنتك مريم كبرت يا ليلى جنار، ما شاء الله عليها ولد صبية. يبارك فيك يا ليلى حلومة، مريم راهي تحبك هلبا. والله زي ما نحكي لك ديما وانتي على لسانها تقول لي ليلى الكبيرة أطيب وأحلى ليلى في السرايا كلها. سلمها يا ربي. اسمعيني يا ليلى جنار. معاك يا ليلى حلومة، قولي. الباشا أمر إنه يزوج أحمد، وطلب مني ندور له وحدة تليق بيه بالعيلة، والحق أنا قاعدة لتوا ندور له لي وقت من زمان. سيدي أحمد على من يأشر بس. بنتك مريم ولد صبية، حويتها وخميسة وقرينا عليها، وما نلقاش زيها لولدي أحمد. نتشرفوا يا ليلى حلومة، الساعة المباركة اللي نسهروا فيها مولانا علي باشا دام عزة، وتكون بنتنا في حوش سيدي أحمد. ربي يقدم اللي فيه الخير. ما نلقوش خير منكم يا ليلى جنار. وين ماشي؟ بنشم شوية نسمة، انغميت.